العادات والتقاليد اللي العرايس كانوا بيعملوها زمان زي دلوقتي ولا؟ لا، اتغيرت. ايه اللي كان زمان واتغير دلوقتي؟ كان زمان العريس والعروسة وأي حاجة وفوش، إنما الوقت بقى أمها بقى بتهلها وأبوها والعريس عايز والعروسة عايزة وماويل بقى من جهاز من جهاز وشبكة ومهر ومهر وشقة اه، ما فيش إنما واحدة قعدت بترضى بقليلها وتتجوز وتقول هي جوازة وسترة لا 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 لا، وخلاص؟ إحنا كنا أربع. واقعي. إحنا كنا أربع رجالة متجوزين في أربع في نفس البيت في نفس البيت، وكلكم حلوين مع بعض. وكنا على بعض، ايوه وأمنا في أوضة تانية كده. ايوه. طب واستمرتوا يا عم رمضان كده ولا الزمن غير بقى وبقيتوا كل واحد في بيت؟ لا، اتغيرت بقى، اتنينك لوحده في بيت. لما ربنا رزقكم بالعيال بقى آه، غيرتوا وكل واحد بقى ايه؟ لما كل واحد نقل بقى في بيت. ايوه. بس في الاول كان كل واحد راضي بعيشته. بعيش. ايوه. الاوضه كل واحد في اوضته، بس ساعه الاكل بقى كنتوا بتتجمعوا ولا كل واحد كان بياكل في اوضته لا لوحده؟ والله كنا سوا، اللمه الحلوه. الاكل سوا وكله سوا، بس النيام للواحد. ايوه، لكن الاكل واللمه الحلوه كان ما عادتش دلوقتي يا عم لا رمضان. لا لا، ما عاد. ومحدش عاد بيسأل على حد ما زي عاد الاول. ولا حد بيسأل عن حد. ايوه، الدنيا خدت الناس ولهت الناس. ايوه، ما عاد. ايوه. كل سنه وانت طيب يا عم وانت رمضان. طيب، وعود عليك الايام بخير. ايه يا عم الحاج؟ ابراهيم. متجوز بقالك كام سنه كده؟ بقالي 50 سنة. 50 سنه متجوز. اه. طب تقاليد زمان ايام جوازك زيها زي الايام دي ولا الدنيا اختلفت واتغيرت؟ لا، الدنيا اختلفت وتغير، كان ايام جوازي زمان كان احسن من الوقت. ازاي بقى؟ العيشة كانت الاول احسن. يعني كنت داخل متجوز في اوضه برضو مع اهلك ولا؟ كان 3 صبيان، كل واحد كان بينام ولاده تحت السرير. يعني نفس الاوضه في نفس الاوضه. كل واحد في اوضه، كان 3 صبيان متجوزين، 3 اخوات و3 صبيان. اه كنا بننام عيالنا تحت السرير. والله. والله. لحد ما كبروا. لغايه ما كبروا، وكل واحد بقى راح بقى، اتقسمنا، كل واحد راح عمل له بيته وكده. كنتوا بتاكلوا بقى مع بعض؟ كلنا والدتك مع ووالدك بعض. كانوا لسه عايشين؟ كانت امي عامله فرن بلدي، اه. وكانت بتحميه بالقش، وكان بتعمل لنا كل يوم خبيز منه، وكنا بننام على القبه دي. وكان الاول ما فيش بطاطين ولا في كلام من الكلام ده. اه. كانوا بصوف الغنم دي كانوا بيعملوا لنا عبي نتغطى بيه. ايوه. ما كانش في بطاطين. وكانت العيشه حلوه. وكانت العيشه حلوه، وكان الاكل طعمه حلو عن الوقت. والله. والله كان جميل. وبعدين كانت امي كنت بتحس بطعم الاكل عن الوقت؟ عن الوقت. مهما تاكل الوقت حته فرخه ولا حته لحم ملهاش طعم. لا، ملهاش طعم. كان الاول العيش الحاف له طعم، له بركه، فيه بركه. كانت امي تجيب شويه الملح والخياره والبصله وتحطها في قلب بتاع كده اللي هو عرض، وتلفه وتقول اكلك انت وابوك اهو. نقعد في الغيط، نروح جايبين شويه سريس من الارض الربه، ونقعد ناكل. ولا غسيل ولا بتاع؟ ولا غسيل، وما بقناش نغسل. سبحان الله. ولما بتيجي هنا شجره السرس في قلب الربه هنا، ما بنغسلها، ما احنا بناكلها كده اهو. من غير ما بنغسلها. كل حاجه كان فيها بركه لان وفيها احنا خير. معدتنا واخده على كده. ايوه. على لو واحد يجي كل شجره دي من غير غسيل يتعب على طول، عمره معدته ما تتعب. يعرف. انما احنا معدتنا واخده عشان على اتعودت على كده. كده. احنا معدتنا احسن واخده على كده. اللي قلت حواليك. من ابويا. اه. أبويا- بتشوفه يعمل ايه وانت تعمل زيه. ابويا كان اصلا خلو ميه في الارض، وكان بياخدني علمنا على دي كذا ودي كذا ودي كذا، وهو اللي كان ابويا بيعمله كنت انا بعمل. اه. هو ابويا فلاح. طب وعيالك بقى طلعوا حد منهم فلاح يا عم ابراهيم ولا ما حدش لا، شرب عيالنا منك مفيش الفلاح؟ ولا واحد طلع فلاح. طب وتعلموا ولا ما تعلموا؟ متعلمين ايه؟ متعلمين بس ما رضوش يدخلوا في جو لا، الفلاحه ما دي. رضوش يدخلوا جوه الفلاح. ايوه. ما فيش الا وحتى اخواتي اللي هم الصبيان ما دخلوش فلاح. اه. حدادين ونجارين. ايوه. انما انا الوحيد اللي خشيت الفلاح. ايوه. انت بقى جبت شبكه قد ايه لمراتك لما اتجوزتها؟ كنت جايب لها دبل. بس. وكانت راضيه وكانت بالدبله؟ دبله، وكان المهر بتاعنا 40 جنيه. والله. والله. طب والوقت تتوقع ان ممكن عروسه ترضى ان عريسها يجيب لها دبله بس؟ لا. الوقت اقل حاجه 30,000 40,000. اه. كل عروسه قعدت بتبص لبنت عمها لاختها لجارتها. أيوه. مفيش واحده قعدت بترضى بقليلها لا، وتتجوز. ما فيش الكلام دلوقتي، ده اقل حاجه اقل حاجه.
اقل حاجه يعني 30 40 الف، اقل حاجه الواحد. عشان العروسه توافق ان هي تتخطب. ايوه. ايوه. ما طب هي كده وحته مفيش. انا سامعه ان الفلاحين تقاليدهم وعاداتهم غير البندر، يعني في المنصوره القاهره الكلام من ده ما عادوا بيعملوش براعوا صباحيه، بعض، عادوا ما براعوا بيعملوش بعض. صباحيه. هنا لسه ما زال موضوع الصباحيه دي شغاله دلوقتي. آه. ما كانش ياخد فلوس 5 6000 جنيه. العريس ما اللي كانش ياخد اه لو ما اهل العروسه ما جابوش صباحيه لازم يودي 6000 جنيه يدي ثمن الصباحيه. تمن الصباحيه. طب الصباحيه بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن رز متبيض أيوة. وحاجات حلويات ومشلتت وفاكهه بقى ولوازم البيت لمده 6 شهور. للعروسه ولا لحماتها؟ لهم كلك للبيت كله. اه. البيت كله لمده 6 شهور. طب افرض اهل العروسه خلاص اكتفت ما عادوش قادرين ما هو مش كل الناس زي بعض، في واحد بيقول لك انا محلتين. بيعرفهم من من الاول. الاول هي البدايه. اما يكون واحد مثلا، في واحد بيبقى عنده فدانين، بيبقى عنده 3 بيقدر يجيب على الحاجات حسب دي. ظروفه يجيب. إنما بس انا مثلاً بشوف برضو الناس ماشيين بيزفوا عفشهم. العروسه بتجيب حاجات كتير قوي في البلد ما هو او في بيجيبوا الارياف ويرجعوا عن المدن. يسجنوا. هم ايوه. بيروحوا يجيبوا بشياك ويرجعوا يسجنوا. يعني بيبصوا لبعض ويجيبوا حاجات كتير وفي الاخر أيوة. ما يقدروش وبيرجعوا يدفعوا. يسجنوا بقى. اه. يعني يجوز بنته بس في الاخر. النار في التلفزيون كانت جايبه 60,000 من 3 انفار علشان تجوز بنتين. طب كل يتجوز بنت واخدة بنتها وفي 30. الاخر تتحبس تتحبس عشان وتتحبس. بس يعني بنتها تبقى زي جارتها زي قريبتها. المهم ما بيراعوا تدخلهاش بعض، ناقصه وفي الآخر- حاجه. ونتيجه الاخر ايه؟ الحبس. بس انا فعلا بشوف العربيات فيها حاجات كتير كتير زياده عن هنا اللزوم. كده هنا. يعني ما فيش عروسه اول جوازها هتستخدم او تستعمل الحاجات الكتير اللي بتبقى ماشيه ما بتتزف في عندنا العروسه. ايه، عندنا مرات محمد ابني ايه حاجتها كلها تحت السرير، ما فيش الا ابنها الوقت هو اللي مكسر لها كل حاجه فيها. يعني العروسه تجيب حاجتها حتى لو مش هتستخدمها بس المهم تكون عندها في البيت. ايوه. ما عندنا جوز 2 هنا هم البيت معايا. طب وعامل لهم كل واحد شقه بقى يا عم ابراهيم ولا برضو زي كل ما انت واحد شقة. متجوز كلكم في بيت واحد؟ لا طب وبتاكلوا سوا ولا كل واحده في كل شقه؟ واحد لوحده. ما عادش في جو الاسره اللي كان زمان يا عم ابراهيم. كان الاول الواحد من دول ساعه ما بيتجوز لابنك جاي لي بقول له ايه؟ يقول لي انا سايبي عايزين نبقى لوحدي، اقول له ماشي مع السلامه. يعني هم اللي بيبقوا طالبين ان هم أيوه. يعيشوا لوحدهم. روقت. لكن زمان بقى جو الريف اللي بتاع زمان كان الواحده تقعد مع حماتها بقول لك واكلهم إحنا كنا 3 وشربهم. صبيان. كان قعدنا في العيله لما خلفنا العيال كبرت واللي عنده 18 سنه 19 سنه. ايوه. وكنتوا اكلكم وكان وشربكم مع بعض. كلنا عيله واحده. ايوه. والروح حد كانت يعرف حلوه. وكانت النسوان تطبخ وتغسل وتعمل كل عيله واحده. على واحد. لكن الوقت خلاص ما عادش، لا، ما ما فيش عادش الكلام الوقت. ده. العيل بيدوب في ليله الدخله يقول لك يابا انا هاكل لوحدي، خلاص توكل على الله روح لوحدك. ايوه. الدنيا اتغيرت يا عم لا ابراهيم. كتير أيوة. مود ايه فرق جامد. انا اتشرفت بيك والله. الله يصلح كل حالك. سنه وانت أيوة طيب. الله يصلح. لسه عايز انام كده وبتاع والله
تقاليد وعادات الارياف زمان زي دلوقتي لا اتغيرت؟ اتغيرت مليون المية. طب والعروسه تجهيزاتها بترضى باي حاجه ولا تجهيزات العروسه هنا ازاي؟ العروسه تعدي 200,000 جنيه. 200,000 جنيه للعروسه؟ اقل حاجه 200,000 جنيه العروسه واحده لبنت واحده. لبنت يعني واحدة. لو بيت فيه 3 عرايس. وبنت الفقير بتبص لبنت الغني. والله العظيم. والله فقر هنا بيجيب اكتر من الغني. والفقيره تجيب اكتر من الغنيه. اكتر من الغني. يعني بيجيبوا حاجات ايه؟ 200 و300 فوق ايمات بتعدي ال 500. انا بشوف فعلا العربيات معديه فيها 12 تجهيزات عربية، كتير. 15 عربيه الصباحيه تكييف وفلوس. تكييف وفلوس؟ وغير الكحك كل واحده بتعمل لها شويه كحك. يعني لو ما عملتش كحك وجابت حاجات من دي يروحوا جايبين شويه كحك حاجه بسيطه وتكييف يروحوا جايبين شويه فلوس. طب ما هي البندر مش كده خالص. لا ما فيش هنا كده. الارياف كده. تكييف ب 10 في ناس بيجيبوا تكييف ب 6 في ب 15. طب ما ده ظلم جامد على ابو العروس. لا هو الناس كلها بقى بتجيبه بالخارج وبالارض لما الدنيا كلها الشكل. يا حول الله يا رب. العروسه بتجيب تجهيزات ايه في المطبخ مثلا؟ ما بتجيبش الحاجه اللي تستخدمها بس ولا بتجيب حاجات زياده عن اللزوم؟ طقم التيفال، طقم جرانيت، طقم سيراميك، طقم ايه تاني؟ طقم الشاورما، طقم الالومنيوم. ما شاء الله. طب وهي الحاجات دي هتستخدمها؟ طقم تركي لا ما بستخدمهاش. بيعينوا تحت السراير. غير البندر بيجيب الحاجات اللي على القلب. هنا 3 تلحفه زينه، 3 تلحفه فايف، 6 بطاطين لكل السرير. وكل واحده بتبص لزميلتها ولصاحبتها ولقرابتها. صاحبتها وقريبتها وكله هنا زي بعض. المهم يجيبوا حاجات ما بيستخدموهاش ويعينوا. يقول لك القايمه دي بكام والقايمه دي، ده مش معنى قايمه دي، مش معنى قايمه دي، والدهب في القايمه، كل حاجه في القايمه، كل جميع كل حاجه. كان زمان العروسه دلوقتي بالخمس تطقم صيني. حول الله يا رب. واللي تجيب 3 تطقم تجيب الطقم اللي هو ابو. طب انت شايفه ان كده صح ولا غلط من وجهه نظرك انت؟ ده الابهات بتمضي وبتبصم. اقل واحد تروح له الوقت اقل محل يقول لك تدفع 70 مقدم وتاخد الحاجه. شاشتين عار، شاشتين عار كمبيوتر. يعني ظلم. يعني انت من رايك الواحده تعيش بما يرضي الله وتجيب اللي يلزمها بس دي غلط، دي غلط، واللي عمل كده غلط وحرام والله. في ناس كتير مش لاقيه ولا عارفه تعمل كده خالص. بس بتجيب لعيالها. بس بتضطر تجيب. في ناس بتبيع بيوتها وبتأجر عشان تجيب. في ناس. طب ما ده ظلم. هم اللي بيظلموا نفسهم وبيوصلوا نفسهم لكده. يقول لك انا هبيع ارض عشان اجوز بنت، هبيع حته من الارض عشان اجوز بنت. في ناس ماشي، ما هو يجوزها ويسطرها بس في المعقول. بس في المعقول. ما فيش هنا كده، ما فيش هنا في الفلاحين كده خالص. يبقى عامل كاح قيمه 5000 جنيه ويودي تكييف، لا اما عامل كحك ب 5000 جنيه ومودي 15,000 جنيه، لا اما عامل كحك شويه كحك ب 5000 جنيه ومودي لا مؤاخذه بقره عجل اي حاجه حسب ما هم عاوزين. هنا ربنا يسترها والله. لا ده البندر يكسب بقى. أمل، هل فعلا التقاليد في الأرياف اتغيرت من زمان عن دلوقتي؟ لا ما هو متغير. طب العروسة كانت زمان بترضى وتعيش مع حماتها وكل يعني أنا سجلت مع ناس يقول لك كنا بنرضى، كنا 3 صبيان وبنقعد. كنا لسه دلوقتي ما بحش حاجة عن انت وبديلها كل حاجة. ايوه بس انت عشان انت اصلك طيب، بس غيرك العروسه دلوقتي لو انت جيت اتجوزت ابنك هترضى ان هي تعيش معاكي في نفس العيشه؟ مش هتعيش. عايزه شقه لوحدها. شقه لوحدها ومش عاوزه، مش هتين نفسها ليا ولا اي حاجه. ما ترضاش تشتغل لك في حاجه ولا تعمل معاكي حاجه؟ لا زي زمان لا. ايوه لكن قبل كده انت كنت بتشتغلي وتعملي اللي نفسك فيه. كل حاجه وكل انا بشوف عربيات محمله عفش عروسه من الارياف. ما هي دي المشكله. ايوه اللي هي ايه بقى؟ الواحد بقى يدي لنفسه عشان البنت بص البنت فلان جايبه زيها تجيب زيها، يجيب زيها وابوها يبيع بيته ويبيع كل ما يملك، لا الشكل يروح السجن عشان يجيب. عندنا كله ملان بسبب الشكيه.
عشان يجيب ويترمى تحت السراير، او هو بيشرب مخدرات يقوم بايعه عشان يجيب عفش حلو لبنته، او زي جيرانها زي صاحبتها تجيب يدي لنفسه. هي بتجيب غسالتين لايه؟ ما تبقى ما يبقى الغساله تبقى جوزها يجيب لها غيرها، بيجيب فريزر لايه؟ ما يجيب على قد كل واحد يجيب على قد. يعني كل واحده تعيش بما يرضي الله في اول جوازهم كده. البندر انا شفت بنت اختي جايبه الحاجات اللي مطلوبه، بس اللي مطلوبه منها اللي هتستخدمها بس، ما جعانتش حاجه لا فوق الدولاب ولا تحت الدولاب ولا التراب كلها ولا اي حاجه. وده الصح والله. حتى لو معاهم قرش زياده يستفيدوا بيه كده. بحاجه اقول ثانيه. لك ادي 1 2 3 4. ايوه ما عادش خامات قعدوا. لا انا بشوف في ناس جايبين كام شاشه وتكييف هي جايبه. هي يعني من كتر الفضا قوي هتروح تتفرج في المطبخ عشان ما تروحش اوضه النوم. جايبين كمان شاشه في اوضه النوم في المطبخ. اوضه النوم والمطبخ. اقول لك على حاجه، ما هو ده غلط برضو من الاهل برضو، هم اللي بيجاوبوا. 7 في البلد هنا، بس مش هقول لك اسامهم، بايعين بيوتهم عشان يتداينوا. عشان يتدنوا، عشان جابوا عفش وحاجات عشان يبقوا زي الناس. وفي بنات بقول لك اللي بايع. طب وليه كل واحده ما تعيش بما يرضي الله يعني، ويجيبوا اللي على قدهم؟ البندر جميل. انا بقول لك بنت اختي جايه ما جابتش اي حاجه تحت السرير خالص. يعني انت لو جيتي في يوم من الايام تجوزي بنتك هتجيبي لها باذن الله الحاجه اللي مطلوبه، ما تجيبيش زياده عن اللي كده. اللي هيستخدمها بس، اللي هتستخدمه بس. صح. انا اكبر من تحت السرير ليه؟ بس عيشه زمان في الارياف غير الوقت خالص. من التقاليد والعادات واللمه الحلوه. اقول لك كان زمان بترضى بدبله او باي حاجه بسيطه. ايوه. دلوقتي عاوزه اساور وعايزه ذهب بقى. دهب حلو. حتى لو هو حتى تشتري غالي يوم خلاص. بس العرايس بترضى باي عريس يا ام السيد. عايزه يعني مش مثلا يكون معاه تعليم عالي ولا اي حاجه، موظف مش موظف. تعليم عالي لازم بتقعد وتحط رجل على رجل وتاخد اللي على مزاجها. لكن اللي هي معاها دوبلان بس بترضى باي حاجه، اللي معاها الاعداديه بتاخد اي حاجه. بترضى باي حاجه، بس عايزه برضو شبكه وعايزه حاجات ومحتاجات.